ضيفنا الكبير مانع بن شلعاط. أهلا وسهلا أبو محمد. يا مرحبا وهلا. بعد هذه السنين الطويلة من الإنجازات، وش طولها؟ احنا نتكلم على سنين. ايه. الإنجازات في مجال الساحة الشعبية، كيف يقيم شاعرنا تجربته؟ ايش تقول؟ تجربتك في الساحة. أي ساحة؟ الساحة الشعبية. ايش فيها؟ كيف تقيم لنا تجربتك في الساحة الشعبية؟ تجربتي أنا؟ ايه. في الساحة الشعبية. تجربتك أنت؟ وش الساحة الشعبية؟ الساحة الشعبية اللي أنت شاعر مخضرم موجود فيها من اسمها شعبية؟ الساحة الشعبية، هم يسمونها الساحة الشعبية. وش قاله يعني؟ كيف؟ نفس مواقف السيارات وكذا. لا 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 أبو محمد، ساحة. ساحة؟ مجازا يطلق عليها الساحة الشعبية. كمان ساحة الشعر. ساحة الشعر. ولا وش بالك تسميها شعبية؟ هذا المصطلح المتعارف عليه. مصطلح؟ وش المصطلح ذا؟ وش يطلع صلاح الدين؟ كيف يطلع صلاح؟ مصطلح يطلق على أن هذه الساحة الشعبية، سواء عاد كانت الشعر أو أي فنون أخرى. إيه بس الشعبية منين جبت هذه؟ الشعر من الشعبية اللي هو الدارج الشعبي مع الناس. وشو يعني؟ يعني الحين شعبان ذا اللي يغني هو فنان شعبي؟ يطلق عليه فنان شعبي. احنا ما احنا بشعراء شعبيين. لا بس في النهاية لفظك أو كلمة الشعبية هذه لها أكثر من تفسير، لكنها فنان شعبي يقال أنه يعني من الشعب أو يعني مديحة هي ولا مسبة؟ لا تعتبر مديحة ولا تعتبر مسبة، هي في النهاية. ايش بالك شكلك حزين كذا؟ لا ماني حزين ولا شيء، بس عاد رهبة الكاميرا. طيب ننتقل للسؤال الثاني. ماذا يعني وين ننتقل لا سمح الله؟ وفي بيننا زعل؟ لا وش اللي دائما ننتقل للسؤال الثاني؟ انتقل للسؤال الثاني، هذا تسلسل البرنامج. لا ما زعلت ولا شيء. هلا تنتقل ليش؟ احنا موجودين، احنا لا احنا رايحين ولا شيء. يا مرحبا. طيب ننتقل للسؤال الثاني ولا ما ننتقل؟ تنتقل وينك؟ تنقل كذا كل شوي راح لك المكان. تسلسل البرنامج عندنا أسئلة لازم، بس عاد السؤال الثاني ما يصلح ان احنا هم حاطين سؤال ما ينسأل لك، بس نبي نسأله. وش هو؟ ماذا يعني لك كشاعر كبير إغلاق مضيق هرمز؟ أنا ماني مقتنع في السؤال، بس احنا مضطرين ننفذ سياسة البرنامج. لا السؤال بالعكس، السؤال في مكانه، سؤال جيد. ايش فيه؟ طيب تفضل جاوب. وش فيه مضيق هرمز؟ ايش رايك يعني لو أغلق؟ هو ما اللي مضيقه؟ مضيقه رب العالمين، هذا تضاريس وطبيعة الأرض. تضاريس يعني خلقة الله كذا سبحانه. وش دخلني فيه؟ ما القصيدة التي تلفت انتباه شاعرنا؟ أكثر ما يلفت انتباهي ذي الأرقام ذي اللي على الإشارة. الإشارة؟ ذي الجدال. لا احنا نقول قصيدة. القصيد. والقصيدة ايش تسوي؟ قصيدة تلفت انتباهك، احنا ما نتكلم انها القصيدة تلفت الانتباه. ايه احنا ما نقصد انها مثلا شاعر معين او شيء، بس اكيد انت عندك